إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى كما أمر، ونشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وأشهد أن لا إله إلا الله أقولها خالصة للإله، أدخرها إلى القيامة يرحمني بها الله. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها والمخ في تلك العظام النمل، ويرى خرير الدم في أوداجها متدفقا من مفصل في مفصل. أقدارها معلومة، أرزاقها محسومة من دون أن تسأل. فامنن علينا بتوبة يا ربنا تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا الخير كله سيدنا محمد أينسى رسول الله؟ أينسى حبيب الله؟ أينسى أبر الناس بالناس وأكرمهم أهلا وشعبا وواديا؟ أينسى خير من مشى على قدم وآثاره في المسجدين كما هي؟ تكدر بموت النبي محمد كل ما كان صافيا. ركنا إلى الدنيا الدنيئة بعده وكشفت الأطماع منا مثاويا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الجمع الطيب الكريم، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله العلي العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من حب الدنيا، فإنها والله مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، وإن نعيمها زائل وحلوها مر، وإنها إذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا حلت أو حلت. وكم من ملك كانت له في هذه الدنيا علامات فلما علا مات. وحدوا من لا يموت. اجتمعنا اليوم في ليلة تكريم فقيد راحل. المناسبة هي مشاركة في حالة وفاة. إنه الموت يا سادة. اسأل نفسك أين أبوك؟ أين جدك؟ أين جد جدك؟ الإجابة منهم من مات ومنهم من ينتظر الموت، وما أنا وأنت إلا وميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عريق. إنه الموت نهاية كل حي، الموت الذي اجتمع الخلق جميعا عليه، الشيء الوحيد الذي اتفق عليه جميع الخلائق هو الموت. الله عز وجل اختلف الناس عليه، الديانات السماوية اختلف الناس عليها إلا الموت. الجميع اتفق أن هناك موت، ولم نسمع أحد قال بأنني لن أموت. ملك الموت بنفسه سوف يموت. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راق شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى
والمهيمن باق، وكل إنسان سيأتي دوره. يصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح. فنح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. وكم عمر نوح؟ لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أهل العلم إنها مدة الرسالة، وإنما عاش 1500 عام. عندما جاء إليه ملك الموت قابضا روحه سأله قائلا يا أطول الأنبياء عمرا صف لنا الدنيا، فقال كأنها دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. إنه الموت يا سادة نهاية كل حي، المصير الذي نذهب إليه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربنا عز وجل بهذا الأمر ونبأه به، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أصدر قانونه الإلهي وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي كل من على الأرض. طب فيه مخلوقات لا تعيش على الأرض كالملائكة مثلا. جاء الرد القاطع من الله عز وجل حتى لا تسول لمخلوق نفسه أن الموت لن يدركه، فقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت أبواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. إن الخلائق في الدنيا لو اجتمعوا على أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا. للموت ما تلد الأرحام كلهم، لا يغلب الموت لا إنس ولا جن. الموت الذي يعتبره الجميع هو نهاية الحياة، ولكن في الحقيقة الموت يا سادة هو البداية. الموت هو البداية الحقيقية لابن آدم. إن كنت عمرت في هذه الدنيا 20 30 70 100 عام، فأين هذا من الآخرة التي يومها عند الله 50,000 سنة مما تعدون. الموت هو نهاية كل حي. لو أن هناك ناج من الموت لكان رسول الله. أين رسول الله؟ قد مات، لأن الموت يجري على أفواه الجميع. هو كأس والكل شاربه، هو بيت والكل داخله. ولكن لا بد أن تسأل نفسك سؤالا: ماذا بعد الموت؟ بعد الموت لقاء الله عز وجل، ولا بد أن تستقبل قدر الله بنفس راضية. استقبل الموت كما استقبله بلال ابن رباح: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.
استقبل الموت كما استقبله الأعرابي الذي سأل ابن مسعود ماذا بعد الموت؟ قال له حساب. قال وماذا ومن سيحاسبنا؟ فقال له الله. فقال نجونا ورب الكعبة. الكلام في هذا الأمر يطول، ولكن أرى عقارب الساعة قد اتجهت مسرعة نحو أذان المغرب، فارفعوا معي أكف الضراعة لعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر لنا الذنوب وتب علينا لنتوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لفقيدنا الراحم. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأهلا خيرا من أهله. عامله بفضلك وكرمك لا بعدلك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.